شهدت الساحة الفنية خلال الأيام الماضية الكثير من الجدل حول الحالة الصحية للفنانة إيمي سمير غانم، وذلك بعد أن ظهرت في بعض الصور والفيديوهات وهي تبدو متعبة، مما جعل العديد من جمهورها والمقربين منها يظنون أنها مصابة بفيروس كورونا. وتكهن البعض بأن حالتها الصحية قد تكون نتيجة الحسد، خاصة بعد إعلان عودتها المميزة للدراما في رمضان 2025. إلا أن إيمي سمير غانم خرجت عن صمتها في تصريحات رسمية لتهدئة قلوب محبيها، حيث أكدت أنها لا تعاني من كورونا ولا أي مرض خطير، كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت في تصريح رسمي عبر حساباتها: أنا عندي حساسية صدرية، مش حاجة تانية ولا كورونا ولا أي حاجة من اللي بتتقال. وأضافت أنها تقدر قلق جمهورها، لكنها أكدت لهم أن حالتها مستقرة ولا داعي للقلق. حالة صحية مستقرة ورجوع قوي للدراما. إيمي سمير غانم تحدثت بصراحة عن حالتها الصحية، موضحة أنها تعاني من ضيق في التنفس بسبب الحساسية الصدرية، مما يجعلها أحيانا غير قادرة على التحدث بشكل طبيعي. ورغم ذلك أكدت أن حالتها مستقرة وأنها تواصل حياتها بشكل طبيعي. وأضافت: ما فيش أي تدهور والناس لازم تبطل إشاعات. يذكر أن إيمي سمير غانم ستكون جزءاً من السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل عقلك عندكو، بعد غياب دام 6 سنوات عن الأعمال الدرامية. وكان غيابها بسبب الأزمات الشخصية الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها